عاد المسلمون من أحد بالهزيمة، وهزيمة تربيك وتكسرك وتريك خطأك خير من نصر يطغيك. أراد الله سبحانه أن يربي هذه الأمة ويخبرها أن لا نصر إذا لم يطع عبده ورسوله، ولأن فقد الأحبة موجع والفراق أليم والصحابة بشر خيم عليهم الحزن. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كلم بفقد عمه، وظلت خسارة حمزة جرحا ينزف داخله إلى أن فارق الدنيا، ولكن على الحياة أن تمضي، فلملموا جراحاتهم وطيب بعضهم خاطر بعض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم الأكثر تطيبا للخواطر رغم أنه كان الأكثر ألما. في مرة لقي جابر بن عبد الله فقال له: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قال: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عليه دينا وعيالا. فقال: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ إن الله لم يكلم أحدا من خلقه قط إلا من وراء حجاب، وإن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا وقال: يا عبدي، تمنى علي ما شئت أعطيك. قال: تردني إلى الدنيا فأقتل فيك. فقال تبارك وتعالى: لا، إني أقسمت بيمين أنهم إليها لا يرجعون، يعني الدنيا. ما أعذبها من عبارة. يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ أحيانا لا يريد الناس أكثر من كلمة حلوة وتربيتة على الكتف، وأن تخبرهم أنك تهتم وأنه يوجعك حزنهم. إن الكرم ليس مالا فقط، الاهتمام كرم أيضا، والمواساة أحيانا تساوي مال الدنيا كله. فهل طبقناها في حياتنا؟ هل رأينا حزنا باديا على وجه صديق فسألناه ما به؟ هل أشعرناه أننا نهتم وأننا بجانبه وعلى استعداد لفعل أي شيء لنزيل عنه بعضا مما نزل به؟ أم تعاملنا مع الناس على مبدأ لا يهمني أحد ما دمت أنا بخير؟ كان جابر يعرف أن أباه قد مات شهيدا دفاعا عن دين الله وشريعته، وأن آخر لحظات عمره كانت تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم، ويا لها من خاتمة. ولكن كل هذا لم يلغي أنه يحتاج من يذكره بفضل أبيه، فلا شيء يرمم فقد الدنيا سوى معرفة أن الآخرة خير منها وأبقى. فإذا عزيت أهل عزاء بفقيدهم ذكرهم بحسناته وأخلاقه في الدنيا، وأن المؤمن إنما ينتقل من جوار الناس إلى جوار الله، هذا وحده يبلسم الجرح.